السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. بصوا بقى، انا طبعا عصقت معاكم في الفيديو اللي فات اللحمة. تمام. نعمل بقى مع بعض النهارده ايه؟ فطار كده سهل وسريع. كده انا كنت بعمل البشاميل بتاع لحمة، مكرونة بالبشاميل. تمام. طبعا احنا معصجين اللحمة مع بعض، فانا مطلعاها. آه، اول ما صحيت كده من النوم على الساعة 2 طلعتها. تمام. سبتها بقى ايه تفك مع نفسها، وقلت كده فاضل المكرونة اسلقها. بس المكرونة ما صورتهاش، قلت يعني عادي، سلق المكرونة عادي يعني، مش لازم اصوره. واللي في الحلة التانية ده قمر الدين، لفة قمر الدين كانت عندي وكده، فقلت ايه اعملها زي ما انتوا شايفين ايه. بيغلي اهو ما شاء الله. بس حطيت زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو، حطيت الدقيق كده بالكيس. والله مش عارفة، اول يوم رمضان ده الواحد بيبقى عنده توتر متوتر جدا. الواحد بقى ايه بيبقى خايف الاذان يأذن ولسه ما خلصش الحاجات اللي المفروض يعملها كلها، الاكل والعصاير وكل حاجة. فببقى متوترة يعني. هو اول يوم رمضان عندي كل سنة ببقى نفس الحركة برضو. بصوا بقى، بعد ما الدقيق اتشوح كده شوية مع السمنة، نزلت عليه ايه باللبن. تمام. انا كده كنت بملى كوباية مية، ايوه هي جبتها، كوباية مية كده، وهحط كوباية الا ربع كمان. وعلى نار بقى ايه متوسطة كده، ولا ايه ولا هادية خالص ولا شديدة، عشان ما البشاميل يعني يستوي كده براحته. ابدأ اقلب فيه كده. انا خلاص كده كنت عملته. بصوا، المفروض ان انا كنت مصوره لكم مقاطع قبل المقطع ده، لكن اكتشفت للاسف ان التليفون ما بيصورش، فحقكم عليا والله. الفيديو اساسا يعني يعتبر كان باظ. النهارده هو تالت يوم رمضان بمنتج لكم الفيديو، والفيديو ده متصور من اول يوم رمضان، وزعلت جدا اني ما تصورش كويس وكده كله. بصوا بقى، كنت نقع بلح بنقعه في ميه الاول، يعني بفصصه الاول من النواه بتاعته وبغسله، وبعدين بنقعه في ميه. تمام. وباجي بقى عند التقديم احليه بالسكر، واضيف له ايه اللبن. بس كده بيبقى حلو قوي لما بعمله بالطريقه دي ما شاء الله. شايفين الطبق ده اللي موجود اللي على الرخامه بتاع البسطرمه؟ عملت بقى ايه صينيه. قبل ما اعمل البلح واصب العصير، كنت بعمل صينيه جلاش بالزيتون وبالبسطرمه، كانت حلوه جدا والله. وعماله ابص على التليفون، وفي الاخر طلع ان انا ما بصورش، زعلت جدا. يلا الحمد لله. هعمله لكم ان شاء الله تاني باذن الله. حلو جدا صينيه الجلاش اللي انا عملتها دي، اقتصاديه وكانت حلوه جدا، عجبت الحمد لله محمد. لا، الاكل كله اللي انا عملته عجبه يعني، الحمد لله اللهم لك الحمد. بصوا بقى كده، الكوبايات دي اللي انا كنت جايباها معاكم في رمضان اللي فات، بتاعت رمضان. بدأت كده ايه احط البلح، وبعدين ايه احط بقى ايه اللبن. ايوه ادلقي 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 كمان يلا. كمية توتر يا جماعة بيبقى في أول يوم رمضان ده بالذات غير طبيعية. عن نفسي أنا يعني مش عارفة، يمكن كمان عشان محمد اللي هو من نوع يعني العصبي كده. الأذان لازم يأذن، ما ينفعش الأذان يأذن وأنا أكون لسه بغرف. لا، لازم الأذان يأذن أكون الأكل محطوط على الصينية أو على الترابيزة، لكن أكون لسه بغرف والأذان بيأذن لا، ما ينفعش. بس فاكرين بقى الكفتة اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات؟ بصوا يعني انا ما شاء الله الكفتة واللحمة المعصجة انا نفعتني جدا جدا. في مسافة ساعة كنت مخلصة الاكل والحاجات كلها. بس الواحد بقى عشان معاه
بيبي وكده، فالموضوع بيبقى صعب معاه شوية. انما اللي عيالهم كبار بقى وكده، وبالذات بقى لو عيالهم كبار شوية يساعدوهم يناولوهم حاجة او كده، بيبقى الموضوع يعني حلو. بصوا بقى قليتها كده في الزيت، وممكن تعملوها على الجريل بتبقى حلوة جدا. بصوا بقى دي صينية الجلاش اهي اللي طلعت من الفرن. في نفس الوقت كنت ايه بقلي في الكفتة. بصوا حرقت اخر اتنين. يلا مش مشكلة. ودي صينية المكرونة بالبشاميل. والله يا جماعة انا المفروض ان انا كنت بصور لكم وانا بعمل البشاميل وبعمل الجلاش، في الاخر اكتشفت ان التليفون مش بيصور. يلا الحمد لله. يلا رمضان لسه مطول معانا، اصور لكم كل حاجة بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. انا البشاميل عملتها معاكم كتير، المكرونه بالبشاميل عملتها معاكم كتير، لكن الجلاش بالزيتون والبسطرمه والجبنه ما عملتهاش معاكم قبل كده، بس ان شاء الله هعملها معاكم تاني قريب ان شاء الله. بصوا كده ده بقى بعد الفطار. انا طبعا كنت حطيته كده على جنب القمر الدين ده، وقلت اخلص الفطار بقى براحتي، وبعدين ايه بعد الفطار ابقى اعمله بقى على رواقه، كمله على رواقه. دول 4 معالق نشا دوبتهم في ميه، وهبتدي ان انا ايه انزل النشا كده واحده واحده بالراحه جدا، والميه والنار كانت هاديه، مش معليه النار قوي في المرحله دي. تمام. ايد انزل النشا بالميه المدوبه فيها، وايد التانية اقلب، وواحده واحده كده عشان ايه ما يكلكعش ويبوظ معايا، عشان ما يعملش كلاكيع. النشا تستوي كده في حته وحته، لا لا لازم ايه تقلبي كده واحده واحده. شايفين بدأ يتقل ما شاء الله ازاي. عايزه اقول لكم ان الكميه دي يعني نص الحله اخدت معايا 6 معالق نشا. الاول حطيت 4 معالق، وبعدين حطيت معلقتين كمان. تمام. بس بدأت بقى ايه اغرف كده، بس هو كده خفيف. انا حطيت معلقتين نشا تاني دوبتهم وحطيت تاني يعني. ولازم بقى ايه تسيبيه ان هو تسيبيه ان هو ايه يستوي يعني شوية بعد ما بتحطي النشا، يعني 5 دقايق كده على النار كمان. وانا بحب السكر بتاعه يبقى مظبوط، ما بحبوش مسكر قوي ولا دلع قوي، يعني بحبه فيه مزازة كده بيبقى طعمه حلو. بس وفطار بقى سهل كده وسريع. عملنا الكفتة اللي عملتها معاكم بعد طلعتها من الفريزر، فكت وكده سويتها كده معاكم، وعملت المكرونه بالبشاميل، وعملت الجلاش، وكان مخلل وبطاطس محمره. فطار كده جميل. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع